واش الاخوه مرحبا بكم في فيديو جديد. بلا ما نطول عليكم في المقدمه ديال هذا الفيديو، بغيتكم كاملين تركزوا في هذا الفيديو وتفرجوا فيه من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان كيفاش انه غادي تشد 10 المليون ديالك، 10 المليون او لا اكثر. ودابا غادي نشوفوا هذا الشيء الاخوان، يلا تبعوا معنا الفيديو. كاينه هنا في المغرب كيعطيوك فلوس، ما تمشي لا فرصه ديال اخنوش، ما تمشي لا ابناك الدريبه، ما تمشي لتا ماشي زعما هادشي ديال ابناك الابناك تمشي وتوصلك 97,000 درهم ولا 93,000 درهم وتقطع عليك ديك القروض الصغيره. المهم الاخوان حاولوا باش تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا. هادي راه ما كيطلبوا منك والو، يعطيوك 10 7 8 6 المليون 20 شحال ما بغيتي، شحال ما كان المشروع ديالك. سمعوا الاخوان سمعوا غترجعهم؟ لا. شنو غندير؟ العام الجاي انا من اللي غنزيد، انا 6 كنقول مليار. غنزيد. هذه راه مبادره ملكيه باش يدير شي حد اخر. خرجت في 18 ماي 2005. من 18 ماي 2005 والفلوس كتخرج، كل اللي كيستافد منها الناس اللي كيعرف. هذا هو المشكل ديال المغاربه. يعني مساله المغاربه راه كنقول لك دائما كنرتبطوا بالوعي، خصنا نعرفوا اللي لينا واللي علينا. غتقول يا اخي اشرف بلاتي بلاتي بلاتي، انا كنعرف شي ناس كيستافدوا ما كينجحش هذا المشروع. هنا كاين المشكل. انا غنقول لك بالخشيبات وغنشرحها لك بالورقه والستيلو، راه ديك قلم الرصاص ونشرحها لك. الفرق ما بين هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والتمويل ديال الابناك فرق كبير. علاش؟ هذه كتعطيك مثلا المبادره 10 المليون، البنكه كتعطيك 10 المليون، البنكه كتقول لك ترجع لي مثلا ب 15. المبادره كتقول لك لا ما ترجع لي بالتريال، بالعكس غير سير تخدم انا نزيدك. شنو هما هاد البروجيات اللي كيديروا، شنو كيفاش نستافد منهم، هذا غنشرحها. غادي نحاول ندوز معاك ايطاب بايطاب بالخشيبات وباه تبسيط الامور. باه شوف، اي واحد فينا حنا البؤساء غنفهموا بعضياتنا غير بهذاك الشيء اللي انت غتسولو في دماغك انا غنجاوبك عليه. خارج من الدار مريح في الدار تفرجتي في الفيديو، غدا باغي تنوض فين غنمشي؟ فين ساكن؟ مدينه كبيره، فاس، طنجه، الرباط. لا غتمشي تخصك الولايه، الولايه الجهه، ماشي ولايه الامن، ولايه الجهه. غادي تسول على قسم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. المدن الصغرى مثلا مكناس، قنيطره، اللي عندهم عمالات غنمشي للعماله. نسول كذلك على قسم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. غادي ندخل بكل اداب. السلام عليكم، انا مواطن شاب مغربي، عندي من 18 ل 35، عندي 19، عندي 20، عندي 34. بغيت نستافد من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. شنو خصني ندير؟ الساده هذا اش كيطرا؟ مجموعه ديال الناس اللي كيستافدوا من هذا الشيء اخوان تيكونوا عارفين وعلى علم بهذا الموضوع هذا. مثلا منتخبي واخا ما عندوش دخل في هذا الشيء، كتلقى رئيس مجلس عماله او عمده او رئيس الجماعه، ما غنعممش، عنده علاقه مع الرئيسه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او الرئيس ديال قسم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كيقول لهم بكل ادب السيد راه عنده مشروع، شوفوا معاه. صافي كيمشي كياخذ دوك الفلوس كيزيد في حالاته. واش كيعطيو فلوس ولا كيعطيو مثلا تشري ماتريال؟ لا كيعطيوك تشري ماتريال. انا غنبدا معاك بكل شيء. دخلتي للولايه، كاينين بعض المدن عندهمش لا ولايه لا عماله. مثلا بحال دابا مدينه سلا مثلا، غنمشي لمنصه الشباب. اللي كيعرف مدينه سلا يمشي لسيدي عبد الله، ديك جزيئه سيدي عبد الله، غتسولوا على منصه الشباب. راه دايرين بنايه كيخسروا عليها زباله فلوس، موظفين كيخسروا عليهم زباله فلوس، غير ليك انت باش تجي انت تسولهم. هذه مبادره خرجت جلاله الملك، المكلف بها هو والي لدى وزاره الداخليه. وزاره الداخليه مشكوره مخرجه الميزانيه. شكون اللي كيستافد من هذا الشيء؟ هنا اللي غادي نعرف. ما غنبقاوش نطلبوا بزاف، ما نبقاش نهضر على الماضي، نهضر على الحاضر. من بعد هذا الفيديو بغيتك انت تستافد، انت تمشي تاخذ رزقك. طلب منه مشروع، باغي دير حلاق، باغي دير تريتور، باغي دير اي حاجه عندك فيها ديبلوم، غير هو يكون مشروع مدير للدخل. واش كيعطيوك فلوس ولا كيعطيوك تشري ماتريال؟ كيعطيوك تشري ماتريال. طلبتي لهم 10 يقدروا يعطيوك 6، يقدروا يعطيوك 8، يقدروا مقابل انك تجيب لهم ورقه من البنكه انه فعلا عندك ديك الكماله ديال ديك ال10. دفعتي 10 عطاوك 8، خصو يكون عندك 2. وعندك الحانوت فين دير؟ كندوزوك فلوس في الكونط بناء على ماذا؟ على دوك لي دوفي اللي كتعطينا. الا عندك تعاونيه او شركه او هذه راه كتمول. الا كنتي باقي ما عندك والو، بحال دابا انت كتفرج في الفيديو كتبيطالي، باغي تمشي تاكل ياكلك الحوت، باغي تمشي تحرق، باغي ديك 7 مليون، شد ديك 7 مليون وسير طلب لهم اخي 30 مليون في شي مشروع. وزيد على ديك يعطوك مثلا واحد 23، زيد عليها 7 هي 30 مليون ودير مشروع. اش كتجيب لهم؟ كتجيب لهم لي دوفي. هادوك لي دوفي بناء عليهم باش ينعطوك الفلوس. مجموعه ديال المشاريع نكونوا واقعيين كتفشل. علاش؟ حيت هما اليوم غاديين بناء على ابيل. سير تما خذ ديك المبادره ولا دوز خذ ديك المبادره ولا اجي تاخذ ديك المبادره. كياخذ المبادره ما عرف ما يدير بها، كيشد دوك الفلوس كيطبقوا كيزيد في حالاته. ولكن دابا لا، انا حاسس بك. المهم الاخوان هادشي اللي كان. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش تخليو واحد اللايك وشي تعليق وبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل بزاف ديال الناس. المهم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.